السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة منارة الإبداع. كنتمنى إخواني أخواتي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله. كنشكركم إخواني أخواتي الشكر الكبير على حسن المتابعة وعلى التعليقات ديالكم وعلى التشجيعات اللي كتوصلني وعلى كلامكم الطيب، فكنشكركم جزيل الشكر. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم معجون الفلفل اللي كنستعملوه في جميع الأطباق، كيعطيها نكهة رائعة ومميزة. أيضا غنقدم لكم وجبة سهلة صحية للوليدات، سهلة التحضير، قدموها في العشاء. ما نطولش عليكم، نخليكم على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله. ندوزو المقادير كي كتشوفوا في الصورة. المقادير بسيطة وسهلة سهلة بزاف. كنحتاجو الفلفل، كل وحدة ودير شحال بغات. أنا هنا درت 3 كيلو، وكي كتعرفوا هذا هو وقت الفلفله الحمراء، فعلاش لا ما ناخذوش كميه كثيره بما ان الثمن ديالها رخيص في هذا الوقت. ناخذ كميه كبيره ونصوبوها ونوضعوها في المجمد الوقت اللي نبغوا نستعملوها. كنلقاوها متوفره عندنا في البيت ديالنا. المهم ما نطولش عليكم، خديت الفلفله غسلتها مزيان وحطيتها تسقطرات. من بعد غتقطعوها، تحيدوا منها البذور ديالها. كي كتشوفوا في الفيديو راه كلكم تبارك الله عليكم كتعرفوا هذه المساله. كنقطعوها بطريقه باش قطعتها انا، اولا حيدوا لها غير الراس الفوقاني ونزلوها في الكوكو ديالكم. من بعد ما انتهيت غناخذ كاس الماء تاع العنبه فقط. راه كي كتعرفوا الفلفله راه كتطلق المياه ديالها، من الافضل ما تكتروش الماء. وكنضيف فصوص الثوم للتنسيم. ممكن تستغنوا عليهم ولكن راه كيجيو زوينين صدقوني. غير استعملوهم حتى نتوما. رديتها على نار هادئه جدا مده ثلث ساعه حتى نصف ساعه، 30 دقيقه. من بعد كي كتشاهدوا في الفيديو كنوضعها تسقطر في شبكه. ها نتوما راه كتطلق لميها. ها نتوما كي كتشوفوا المياه ديالها راه الفلفله حتى هي كتطلق الماء، وهذا الماء حتى هو ما غنضيعوش باذن الله. صافي من بعد ما تسقطرت لينا مزيان، نشفات لينا تقريبا، كناخذوا الخلاط الكهربائي وكنوضعوها فيه وتنطحنوها. غير هو ديك الثومه كنقشروها، كنحيدوا لها القشور ديالها. كي كتشوفوا نحيدوا لها القشور عادش نطحنوها. وكيف كنقول لكم دائما، الا كنتوا اول مره تزوروا القناه وطبعا عجبكم الفيديو، فما تنساوش تشجعونا بواحد اللايك وتعليق. إلا كانت شي ملاحظة أو لا عجبكم الفيديو أو لا كطلبوا مني ندير معكم شي وصفة معينة. أما اللي مشتركين معايا ودائما كيتبعوني خصني ضروري نشكركم، ونقول لكم حتى نتوما ما تنساوش لي لايك والبارطاج باش تعم الفائدة. وهذا الفلفل أيضا كنحضروا بها تحميرة اللي هي البابريكا. اللي بغى طريقة تحضير ديال التحميرة يدخل القناة وشوفوا الفيديو تاع التحميرة، راه غيعجبكم ان شاء الله. طريقة سهلة سهلة بزاف في تحضير التحميرة. وان شاء الله غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي بغى يشوفها مرحبا. من بعد ما طحنت وساليت، ها القوام ديالو المعجون ديالنا. يا سلام، حمر كي كتشاهدوا، زوين وغزال غزال تبارك الله اللون ديالو. وهانتوما عاقد. كناخدو المول اللي غنوضعهم في المجمد. انا متوفرين عندي هاد القوالب السيليكون، اما اللي عنده القوالب تاع لي كلاصون ممكن يستعملهم، اولا بلاستيكات صغار. مهم كيبقى لكم الاختيار. المهم انا غنعمرهم وغنوضعهم في المجمد الوقت اللي غنحتاجهم نستعملهم. المهم اللي بغيت نقول لكم وصدقوني، راه كيجي المذاق ديالهم مميز، وكيعطي البنه للطويجنات ديالنا. راه كنستعملوهم في الطويجنات، في الحوت، حتى في كسكسو. ومهم اغلبيه الاطباق كنستعمل هذا المعجون العجيب. صراحه انا حاولت نشارك معكم جميع المراحل، وبغيت نوريكم حتى شحال الكميه خرجت ليا. فكي كتشوفوا في الصوره خرجت ليا هذاك الاول اللي عمرت وهاد الجوج. وخشتوا الكميه قليله 3 كيلو، راه تبارك الله كدي مده طويله. راه بما ان عمرت هاد الليمون راه كنقسم كل، مثلا كنخرج وحده من هادو راه كنقسمها على 3، كنقسمها على 2. سا ديبون شحال غنستعمل في هذيك الوصفه.
هادشي اللي كاين، يعني حتى هادو كيدوو معانا كنقسمهم، مازال هادو ملي تنخرجوا من المجمد كنقطعهم بالموس ساهلين في التقطاع. وبالنسبه للميها اللي شاط علينا اللي سقطرنا من الفلافل، ما نرميوهاش، نحتفظوا بها، نصفيوها ونوضعوها في الثلاجه الوقت اللي نبغوا نطيبوا شي حاجه نمرقوا بها، ما نضيعوهاش. هادشي اللي كاين دابا. الفيديو قرب ينتهي. نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.